اليوم نلتقي في هذا المركب الإداري لهيئة المحامين بتطوان من أجل مناقشة موضوع من الأهمية بمكان، الموضوع المتعلق أساسا بمشروع قانون المسطرة المدنية. هذا النص الذي أثير أمام المؤسسة التشريعية وعرض أمام اللجنة العدل والتشريع، وعرف عدة تجاذبات قانونية يتقاطع فيه ما هو سياسي وما هو حقوقي وما هو دستوري وما هو تشريعي. لماذا؟ لأنه يتعلق أساسا بالحقوق والحريات المتعلقة بالمنازعات القضائية. الآن التقينا في هذا الفضاء الجميل لهيئة المحامين بتطوان من أجل أن نتذاكر ونتشاور ونقف عند مكامن الضعف ومكامن القوة في هذا المشروع، وكل ذلك هدفا إلى تتمين ما استجد، ويشكل بطبيعة الحال يشكل تكملة للمشروع القضائي وللمواقف القضائية الجادة، والتي تعتبر هدفها الأسمى هو تحقيق الأمن القضائي. مرة أخرى نقف عند النسخة 45 من هذا المشروع، وهذا يدل على أن مشروع المسطرة المدنية يعتبر الحجر الأساس في المنازعات القضائية. إذن هنا بالذات يلتقي المحامي ويلتقي القاضي ويلتقي المفوض القضائي ويلتقي جميع المتدخلين في العملية القضائية من أجل تجويد التشريع، لأن تجويد التشريع هو يعتبر مظهرا من مظاهر استقرار القضاء بشكل عام في مملكتنا الحبيبة. شكرا لكم. هذه يعني جلسة عامة لندوة منظمة من طرف هيئة المحامين بتطوان، تتعلق بموضوع المستجدات الواردة في مشروع المسطرة المدنية. هذا المشروع الآن معروض على لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، والمفروض على أننا نواكب المستجدات التشريعية التي أتى بها المشروع، خاصة في الشق المتعلق بتوسيع عمل المحامي وحماية حقوق الدفاع وضمانات الولوج المستنير إلى العدالة، لأنه الولوج المستنير إلى العدالة وضمانات حقوق الدفاع والتسريع في البت في قضايا المتقاضين هو جزء من مؤشر عام معترف به في المجتمعات العصرية كمؤشر لترتيب درجات الدول في مناخ الاستثمار. لأنه احنا صحيح نتداول في مشروع قانون المسطرة المدنية ليس فقط للمغاربة بل أيضا لجميع المواطنين وللأجانب، وهي أيضا يتضمن مقتضيات فيها رسائل موجهة للاستثمار الأجنبي، ومن شأنها أنها تعطي واحد الصورة. نسعى إلى إلى تجويد أولا نسعى إلى تجويد أولا المقتضيات الواردة في هذا المشروع، وفي نهاية المطاف من أجل يعني تأهيل القواعد الإجرائية لإنتاج عدالة حقيقية وشفافة ونزيهة وتراعي التوازن ما بين المتقاضين، وفي ذلك خدمة للمصالح العليا لمهنة المحاماة ولعموم المواطنين والمواطنات، وهي فرصة سنواصل العمل من أجلها إلى أن نصل إلى تحقيق جزء من الأهداف التي ننشدها في المستقبل القريب إن شاء الله. السلام عليكم. انتصار زيدار، طالبة باحثة بسلك ماستر المهن القانونية.